الفيديو ده لو انت ما عندكش حساب في البنك ومش عاوز تستخدم ايزي باي وما فيش عندك فيزا دولارية او فيزا ائتمانية تقدر من خلالها انك تربطها بالباي بال، جاي اقولك على طريقة او اكتر من طريقة بشكل نظري، مش هننفذ عملي الا في الفيديو اللي جاي، انك تقدر من خلالها تسحب فلوسك او تفعل حسابك على الباي بال. في اكتر من طريقة بقت متاحة الفترة الاخيرة، وهي حاجة اسمها الفيزا الافتراضية، ودي حاجة بتقدمها شركات كتير دلوقتي زي مثلا ريدوت باي، او حتى في حاجة جديدة كده اسمها كاست. كل دول بتقدر من خلالهم تعمل من خلالهم حساب، وفي حاجه منهم بتدي لك فيزا مجانا، وفي حاجه منهم تقريبا ب$10 او حاجه زي كده، وبتفعل حساب باي بال وتقدر بعدين تسحب الفلوس عليهم بالدولار. لو انت عاوزني اشرح لك الطرق دي باستفاضه اكتر ممكن تطلب مني في التعليقات ده، ولو فعلا لقيت الفيديو ده نجح وناس كتير جدا بتطلب الكلام ده فتاكد ان انا هعمل لك فيديو بشكل عملي يشرح لك اي تطبيق من التطبيقات دي اللي انت محتاجه. ولكن بطلب منكم بس ان انتوا تدعموني على قناتي في اليوتيوب. لو عاوز فيديوهات اكتر من النوعية دي اتأكد انك تكون متابعني، عشان صدقني بقدم لك كل المفيد بالنسبة لك.